السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ طيب، في البداية كده نحب نراجع على السيشن اللي فات بشوية أسئلة، نشوف الناس قدرتها على الاستيعاب كانت ايه. حد كده يقدر يقول لي ايه هو تعريف علم الهيستوباثولوجي؟ هو العلم الذي يختص بدراسة الأمراض المتعلقة بالأنسجة وبنشوفه ونقدر نتعرف عليه تحت الميكروسكوب. طيب، هو الصوت واطي فعلا ولا عند عبده بس؟ الصوت واطي عند الكل يا شباب ولا عند عبده بس؟ لا، الصوت تمام كويس. تمام. حد كده يقدر يقول لي كمان ايه الفرق ما بين الورم والكانسر؟ إن كل كانسر ورم، لكن مش كل ورم كانسر. الكانسر بيبقى خبيث، لكن الورم ممكن يكون خبيث أو حميد، أنا ما أعتقد يعني. تمام. ده فرق. حد يقدر يقول لي فرق كمان؟ ان ورم يا دكتور بيكون ثابت في مكانه، ما بيدمرش الانسجه، بخلاف السرطان بينتقل من مكان لمكان. تمام. كنا حد برضو بنقول ان الكانسر بينتج عن ان بيحصل ضرر للدي ان ايه في الجينات عامة، فده بيؤدي لحدوث الكانسر. اما التيومر اللي هو الورم بيبقى بيحصل بسبب مشكلة في الانقسام، فبالتالي بيتكون عندي نسيج او بتبقى الخلايا كتير. فده الفرق، اعتقد الفرق ما بينهم يعني. تمام. حد يقدر يقول لي ايه هي الجينات اللي حصل فيها اي مشكلة ممكن تسبب لي كانسر؟ عايز الاسماء الانواع الرئيسية، وكل نوع تقول لي عليه مثال. اتفضل يا فارس. في حد عنده المعلومة دي؟ طيب. زي الأونكوجين، زي مثال ليها الراس والام واي سي والاتش اي ار 2. وعندنا التيومر سبريسر جين زي البي 53 والار بي 1. وفي اللي هو الجين الدي ان اي ريبير جين. تمام، كويس خالص. طيب، حد يقدر يقول لي ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب خلل في الجينات دي؟ ممكن تكون موروثة من الآباء من الآباء عامة، أو ممكن بسبب التعرض للألترا فايولت، أو اللي هي كمية كبيرة من الإشعاع، برضو كل ده بيسبب. تمام، كويس خالص. طيب، احنا اتفقنا ان كل العينات اللي احنا بتجينا المعمل بنستلمها، وبعد ما بنستلمها بندي لها سيريال نمبر. السيريال نمبر ده بيبقى بناء على ايه؟ بيكون بناء على السنة ورقم العينة. يعني مثلا جات لي العينة الأولى، بكتب رقم واحد، بعد كده العينة التانية رقم اتنين. ولو العينة الأولى دي اتكررت منها كذا واحدة، كذا عينة تانية برقمها، أقول رقم واحد مثلا في سنة 2025، وأحط على رقم حرف إيه. منها عينة تانية برضه رقم واحد 25 وحرف بي، وكذلك وأنا ماشي. كويس خالص. طيب، حد يقدر يقول لي ايه بعد ما بستلم العينة انا دلوقتي بقدر بديها شوية اوصاف؟ حد يقدر يقول لي ايه هي الاوصاف اللي انا بقدر اتعامل معاها؟ كنا بنحفظ العينة في مادة زي الفورمالين. تمام، ماشي. ده قبل الفورمالين، انا دلوقتي جات لي العينة، المفروض في ظهر التقرير بقدر اديها شوية اوصاف. اتفضل يا يوسف. بنوصفها من حيث الطول والعرض، ولو هي عينة سيتولوجي بنشوف لون السائل قد ايه، لونه ايه وحجمه قد ايه. تمام، تمام. حد عنده اي نقطة في اللي فات مش واضحة معاه؟
احب اوضحها له قبل ما نبدا في السيشن الجديد. طيب تمام. في البدايه كده يا شباب، بالنسبه للكويز اللي انا عملته، لاحظت ان في بعض الناس مجاوبه السؤال بتاع اذا تيومر كانسورس، يعني هل كل ورم احنا نقدر نعتبره كانسر؟ فالاجابه كانت بتاعته نو. فمعظم في ناس كتير كانت مجاوبة يس، وما اعرفش بناء على ايه. لان زي ما انتم عارفين ان مش كل ورم احنا بنعتبره كانسر، لكن الكانسر هو في الاساس ورم. يعني الكانسر ده جزء من الورم اللي هو الجزء الخبيث، لكن في الجزء الحميد ده اللي هو بيعتبر تيومر او بناين تيومر. تمام. فما احنا ما نقدرش نقول على اي كانسر قدامنا هو انا اسف، ما نقدرش نقول على اي ورم قدامنا كانسر، لكن اي كانسر في الاساس هو في الاساس ورم. تمام يا شباب. دي النقطة اللي في ناس كتير وقعت فيها. فنبدأ ان شاء الله النهاردة السيشن بتاعنا. الشير سكرين ظهرت عند الكل؟ الشير سكرين ظهر يا شباب؟ طيب تمام. دلوقتي خلاص احنا خدنا العينة، والعينة جات لك المعمل. اديتها السيريال نمبر بتاعها، وكتبت وصفت العينة بتاعتك، وانت ازاي المفروض هتعامل معاها. المفروض ان العينة دي لو قعدت بره الجسم بتاع قعدت بره الجسم، او خلاص انت طلعت بره العمليات، بيحصل لها مشاكل. ممكن تحصل لها عملية تعفن، البكتيريا تقدر بتعمل فيها ديجريدد مثلا بشكل معين. ممكن يحصل فيها اي ضرر بره الجسم، فبالتالي احنا لازم نحفظها. طيب احنا دلوقتي الهدف من الاساسي من العينه دي، احنا عايزين ايه من العينه دي؟ اول حاجه اساسيه اللي احنا عايزينها من العينه ان احنا نعمل حاجه اسمها بلوك. البلوك ده هو اللي بنقدر ناخد منه مش كل كلمة. صوت يا شباب. يا ريت اللي فاتح مايك يقفله. ف دلوقتي الهدف الاساسي من العينه اللي جايه لي دي عينه كبيره، انا ما اقدرش احطها تحت الميكروسكوب. حتى لو حطيتها تحت الميكروسكوب والميكروسكوب استوعبها، انا مش هقدر اشوف الخليه بتاعتي، او اشوف النسيج كويس، لان النسيج طبعا في الحاله الطبيعيه هو منفذ للضوء، ومش هقدر اشوفه لان مفيش اي صبغه تقدر تميز لي المكونات الخلويه بتاعه الخليه. فبالتالي انا محتاج اصبغ النسيج ده، ومحتاج اصغره، فبالتالي انا لازم اقدر اخد منه سلايد. فالسلايد ده السكشن اللي بيبقى عليه تقريبا في السكشن العادي اللي هو بتاع السكشن بتاع البرافين بيكون تقريبا ما بين 2.5 او 3 مايكرون لحد 6 او 7 مايكرون، ما بيزيدش عن كده. في حالات بسيطه بس اللي بيزيد فيها زي السكشن الفروزن بيبقى بيوصل ل 10 و12 مايكرون. فبالتالي انا بتعامل مع حاجات يعني رهيفه خالص على الشريحه. فازاي انا اقدر اوصل النسيج، حجم النسيج ده كله للشريحه دي؟ المراحل دي بتمر علينا في عدة مراحل أنا بقدر أتعامل معاها بالنسيج ده لحد ما أقدر أوصله للمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الصباغة، وبصبغ الشريحة بتاعتي عشان أقدر أشوف الشريحة تحت الميكروسكوب بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. شكل الخلايا لازم أقدر أشوف حاجة واضحة وظاهرة معايا في الخلايا تحت الميكروسكوب، عشان الأخصائي الباثولوجي اللي واخد دكتوراه في علم الباثولوجي في علم تشخيص الأمراض يعرف يشخص لي النسيج ده إيه الخلل اللي هو اللي فيه. هل الخلل ده واضح بالنسبة له يقدر يشخصه ولا ما يقدرش يشخصه؟ لازم تكون الشريحة واضحة معاه عشان يقدر يشخصها. فأول حاجة بيمر عليها النسيج وهو مرحلة الفيكسيشن، مرحلة التثبيت النسيج زي ما هو عليه، يعني ما يحصلش فيه أي مشكلة. طب ايه الخصائص المفروض تكون موجودة في الفيكسيشن اللي معايا؟ أول حاجة بيمنع الاوتولايسيس والبيوتيفيكيشن، او اللي هما ان الخليه تدمر نفسها، بتعمل اوتولايسيس، بتعمل هضم ذاتي لنفسها.
ان الليسوسوم اللي بيبقى موجود جواها بيبدا يفرز انزيمات هاضمه، والخليه تبدا تاكل نفسها او تفعل نظام الميكانيزم بتاع الابوبتوزس، او يحصل فيها ديجريشن بسبب البكتيريا او الفنجاي. فاول حاجه بيحصل فيها الفيكسيشن، الجود فيكسيشن من الخصائص بتاعته انه بيوقف الاوتولايسيس وبيقتل البكتيريا وبيقتل الفنجاي. رقم 2، المفروض انه يعرف يخترق النسيج بسرعة ويخترقه من كل الزوايا بشكل متساوي. يعني ما ينفعش الفيكسيشن اللي معايا ده يخترق النسيج بسهولة، لان لو بيخترقه بسهولة الخلية نفسها هتبدأ تستوعب وممكن تعمل ديفنس الفيكسيشن ده. فبالتالي لازم الفيكسيشن يخترق النسيج بسهولة ويخترقه بسرعة، ولازم يخترقه من كل النواحي بتاعة النسيج بشكل منتظم. يعني ما ينفعش يكون مخترقه من زاوية أسرع من الزاوية التانية يكون قليل، لازم يخترقه من كل الزوايا بتاعة النسيج بشكل منتظم وبسرعة. رقم 3، لازم يخلي النسيج قوي أو يعمل له نسبة صلابة، لأن بعض الأنسجة زي النسيج الدهني وغيره بيكون عبارة عن أنسجة مايعة أو فيها نسبة مرونة عالية. فبالتالي دي مش لو دخلتها في خطوات اللي بعد كده هتبقى معايا مرنة بزيادة، فمش هينفع لما اجي اعمل لها سيكشن بالميكروتوم مش هتتقطع معايا، مش هتقدر تديني النسيج بتاعي بشكل معين. لو انا مثلا جيت اخد مثلا سيكشن مثلا يعني ب3 او 4 مايكرون، وكان السيكنس ده اصلا قليل خالص، فبالتالي لو جيت خدت السيكشن ده هتطلع معايا بشكل متفرول، والسيكشن بتاعي او السيريال بتاعي هيبقى ضعيف او هيبقى متكسر. فبالتالي لازم الفيكسيشن بتاعي يبدا يصلب النسيج بنسبه معينه، بحيث يخلي معايا لما اجي اخد سيكشن فيه في الميكروتوم يطلعه كويس معايا. رقم 4، لازم يكون الايزوتونيك. زي ما انتم عارفين لو الوسط المختلف عن الخلايا، فبالتالي لو الوسط اللي بره هيبقى فيه نسبة ملح عالية، الخلية هتبدأ تطلع المية اللي جوه، فبالتالي هيحصل لها شرينكينج. ولو الوسط اللي بره هيبقى نسبة الملوحة نسبة الأملاح اللي فيه قليلة عن الخلية، فبالتالي الخلية هتبدأ تمتص مية عشان تبدأ توازن الوسط، فبالتالي الخلية هتبدأ تنتفخ لحد ما تنفجر. فلازم الفيكسيشن بتاعي يكون ايزوتونيك، يكون معادل للخلية، عشان ما يحصلش معايا شرينكينج او سويلنج، ما يحصلش معايا في انتفاخ او انكماش للخلايا. رقم 5، لازم يزود معايا الرؤية البصرية. يعني ما ينفعش الفيكسيشن اللي انا بستخدمه يعكر لي الخلية او يبدأ يحط لي شوائب جوه الخلية انا ما اقدرش اشوف المحتويات بتاعه الخليه. لا، فتبقى الخطوه دي اصلا فشلت معايا، هتفشل لي الخطوات اللي بعد كده، لان الهدف الاساسي منها اللي انا لازم ان الفيكسيشن يوضح لي الرؤيه اللي جوه الخليه، ما ينفعش يزود لي العكاره او يزود لي الشوائب جوه الخليه عشان انا ما اقدرش اشوف اللي جوه الخليه. رقم 6، لازم المحتويات بتاعه الفيكسيشن ما ينفعش تتداخل مع محتويات صباغه بعدين. يعني لو المحتويات بتاعه الفيكسيشن دي بتتفاعل مع الصباغه ما تنفعش، لان بالتالي اي تفاعل هيحصل معايا اي تغييرات في المحتوى بتاع الخليه، فبالتالي المحتويات الاصليه بتاعه الخليه انا مش هقدر اشوفها، او حصل فيها اي تفاعلات، فبالتالي حصل في اي تغيرات. حتى لو جيت شخصت تحت السلايد ده وقلت ان فيه خلل، ممكن يكون الخلل ده اصلا ناتج عن التفاعل بتاع الفيكسيشن ده مع الستين، فبالتالي اداني معلومه غلط، اعطاني تشخيص غلط، فبالتالي ده هتبقى من ضمن العيوب بتاعه الفيكسيشن. فبالتالي انا عندي 6 وظائف اساسيه او 6 خصائص اساسيه للفيكسيشن بتاعي. رقم 1، بيمنع الاوتولايسيس وبيقتل بيقتل البكتيريا والفنجاي بتوعي الموجود في الخليه، عشان يوقف الديجريشن بتاع الخليه ويوقف الابوبتوزس بتوع الخليه. رقم 2، لازم يخترق النسيج بسرعه، ولازم يخترقه من كل النواحي او كل الزوايا بتاعه النسيج ده يخترقه بنسبه معينه بنفس التساوي. رقم 3،
لازم يصلب معايا النسيج بنسبة معينة عشان بعد كده اقدر اخد منه سيكشن بشكل مميز او سيكشن بسهولة، ما يحصلش معايا اي تكسرات او اي فروله في النسيج، بحيث ان النسيج يطلع متماسك معايا. رقم 4، لازم يكون ايزوتونيك، ما ينفعش يكون هايبرتونيك او هايبوتونيك، لان لو كان مثلا هايبرتونيك هيحصل في الخلايا شرينكينج، لو كان هايبوتونيك هيحصل معايا سويلنج، الخلايا هتنكمش او تنتفخ، ولو انكمشت هتظهر تحت الميكروسكوب معايا فيها عيوب، انا ما اقدرش ممكن اشوف العيوب دي تحت الميكروسكوب بوضوح. ولو حصل فيها انتفاخ، هو الباثولوجي مثلا لو شاف في انتفاخ في الخلية بشكل معين، هو ممكن يشخص الانتفاخ ده ان في عيب، وممكن يحصل الانتفاخ ده لحد ما الخلية حرفيا تنفجر. ولو انفجرت الخلية خلاص، هي الخلية دي باظت، انا ما اقدرش اشوفها تحت الميكروسكوب لان المحتويات بتاعتها بقت في الوسط المحيط. رقم 5، لازم يزود معايا الرؤية البصرية، ما ينفعش يعكر معايا الرؤية البصرية، لأن الأساس بتاعي إن أنا أقدر أشوف الخلية والمحتويات الخلوية تحت الميكروسكوب برؤية واضحة وشديدة، لأن التشخيص الأساسي هنا إن هو بيقدر يشوف الخلية ومحتويات الخلية بوضوح عشان يقدر يحط التشخيص بتاعه. رقم 6، هو ما ينفعش الفيكسيشن بتاعي يتداخل مع الصبغه، عشان لو تداخل مع الصبغه وتفاعل مع الصبغه ممكن يحصل لي اي خلل او اي دمج في الخلايا، والباثولوجيست هيجي يشخص الخلل ده بناء على ان الخلل ده موجود من قبل الاستين، ولو شخص ان الخطأ ده موجود فبالتالي هو ممكن يشخص غلط، وبالتالي هيدي المريض ده علاج غلط، وبالتالي احنا ضرينا المريض ما فدناهوش. حد واقفه معاه اي صفه من الصفات دي اشرحها له بزياده؟ انا مش شايف الشات، فلو اي حد عنده سؤال ممكن يفتح المايك ويتكلم معايا. خلاص تمام يا شباب. طب ايه هي انواع الفيكسيشن؟ انواع الفيكسيشن كتير قوي. سمحت يا دكتور، اتفضلي. يعني ايه interfere with stealing؟ يعني بيعمل ايه؟ مش فاهمة النقطة دي. بيتداخل مع الصبغه، بيتفاعل مع الصبغه بشكل معين. يعني برضو بيمنع، يعني لو زاد مثلا الصبغه التركيز بتاعه او حاجة هيمنع الستيلينج بعد كده ولا ايه؟ الصبغه والفيكسيشن دي مواد كيماويه، تمام؟ اه. لو تفاعلوا مع بعض او تداخلوا مع بعض بشكل معين، هو ممكن يخلي الرؤيه مثلا معايا بشكل معين في النسيج، لان كل عضي في الخليه بيبقى ليه لون بسبب الصبغه. لو الصبغه تداخلت مع الفيكسيشن هيدي لي لون مختلف في العضي ده. في الميتوكوندريا مثلا يخلي لونها مختلف، فبالتالي او يخلي شكلها مختلف. ده جزئيه. الجزء الثاني، لو تفاعل معاه بشكل سلبي، فبالتالي ممكن يأثر معايا على الأعضاء ويعمل فيها نسبة دمج، نسبة خلل فيها. فبالتالي الباثولوجيست لما يجي يشخص هيشوف ان العضي ده فيه مشكلة، حصل فيه دمج بشكل معين او لونه مختلف عن الصبغة الأساسية، هو ممكن يشخصه ان ده خلل في الخلية نفسها، وهي اصلا ما كانش فيه خلل هنا. وضحت؟ تمام يا دكتور. تمام. تمام. انواع الفيكسيشن كتير قوي، يعني اهمهم واشهرهم اللي هو الفورمالين او النيوترال فورمالين بفر، اللي هو نيوترال فورمالين 10%. وفي النوع الثاني الكحولات، النوع الثالث الكارنويز فيكسيتيف، الرابع زنكر فيكسيتيف، والخامسة اوزميك اسيد. الاختلاف بتاعهم بيختلفوا ان كل واحد ليه استخدام معين على حسب هو انت هتستخدمه فين. يعني الفورمالين ده احنا بنستخدمه في البلوكات بتاعه البرافين. الكحولات دي بنستخدمها لما نيجي نعمل مثلا الفروزن سيكشن. الكارنويز ده بنستخدمه لما نيجي نعمل لما نيجي نستخدم الجينetics، هنعمل مثلا تحليل جينetics، فلازم نستخدم الكارنويز فيكسيتيف لانه ما بيعملش ديجريشن في الدي ان ايه على عكس الفورمالين.
لو حطينا النسيج بتاعنا في الفورمالين، الفورمالين اول حاجه هو بيعمل فيها بيعمل ديجريشن في الدي ان ايه، بيكسر لي الدي ان ايه القطع، فما اقدرش اعتمد عليه في التحاليل بتاعه الجينetics، بعتمد عليه في التحاليل بتاعه الهيستوباثولوجي العاديه. زنكر فيكسيتيف ده انا بستخدمه في الانسجه الدهنيه، لان الانسجه الدهنيه بيبقى ليها نسبه مرونه وزياده، فهو بيقدر بيصلبها بشكل معين، بيديلي لون ليها كمان، اللون الاسود. عندي مثلا الاوزميك اسيد، ده انا بستخدمه في الميكروسكوب الضوئي، انا اسف الميكروسكوب الالكتروني، لان الميكروسكوب الالكتروني ليه وضع غير الوضع الميكروسكوب العادي، فبالتالي لازم استخدم له فيكسيشن معين لوحده. فكل فيكسيشن قدامي انا ليه عيوب وليه مميزات. اشهرهم انا اللي بقدر اتعامل معاه اللي هو النيوترال بافرد فورمالين، او 10% فورمالين. نعم. كنت بس يا دكتور عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. هو ايه أصلا وظيفة الفيكسيتيف؟ وظيفة الفيكسيتيف هي اتشرحت في الخصائص بسرعة. أهم وظيفة فيه إنه بيحافظ لي على الخلية زي ما هي، ما بيحصلش، لازم يحافظ لي عليها إن ما يحصلش فيها أي تعفن، أو البكتيريا يحصل تعمل لي فيها ديجريشن. رقم 2 من الخصائص الأساسية إنه بيقدر يزود لي الرؤية، مجال الرؤية في الخلية نفسها. تمام. تمام يا دكتور. نرجع اشهر فيكسيشن انت ممكن تشتغل عليه في المعمل بتاع الهيستوباثولوجي، اللي هو الفورمالين 10%، او النيوترال بافرد فورمالين. بيتكون من 10% فورمالين، و4 من 10 جرام ان اي بي اتش او 4، و65% جرام من الداي ان اي بي اتش او 4. البيتش تقريبا بتكون ما بين 7.2 من 10 ل 7.4 من 10 البيتش بتاعته. ومن ضمن المميزات بتاعت النيوترال بافرد فورمالين انه بيكون فيه نسبة ميثانول. احنا ما بنقدرش نستخدم الفورمالين في عدة حاجات احنا لو هنشتغل عليها. اول حاجة ما نقدرش نشتغل عليه في الفروزن سيكشن، لان الفروزن سيكشن ده يعني احنا بنعمله بسرعة، والفورمالين ما بيستحملش درجة الحرارة يعني في التلج. نقدر نستخدم الكحولات، لان الكحولات بتقدر يعني تقدر تستوعب البرودة القارصة. يعني مثلا الفروزن سيكشن بتبقى درجة الحرارة بتاعت السيكشن من -20 ل -40 تقريبا، على حسب محتوى الدهني بتاع النسيج. ما بنقدرش نستخدمه في الكالتشر. لو احنا عندنا مزرعة، عندنا خلية معينة جايبينها وبنبدأ نعمل لها استزراع بحيث ان احنا نشوف المحتوى الجيني بتاعها او غيره، ما نقدرش نستخدم الكالتشر، لان اهم المزايا بتاعت الفورمالين ان هو بيقتل البكتيريا وبيقتل العملية الحيوية بتاعت الخلية وبيوقف الخلية زي ما هي. يعني مجرد ما بتطلع الخلية من الجسم وحطيتها في الفورمالين، الخلية بتفضل زي ما هي. بالإضافة إن هو يعني بيتدخل مع بعض الإنزيمات وبعض المحتوى الكيميائي للخلايا، فما نقدرش نقدر نشتغل عليه في الكالتشر. يعني في الكالتشر احنا ساعات بنحتاج ان احنا نشوف المحتوى الكيميائي لبعض الخلايا. هنا ما بنقدرش نشتغلها، لان الفورمالين بيتداخل مع بعض الانزيمات اللي موجوده جوه الخلايا، فبالتالي هو بيدمر لي الانزيمات دي، او بيدمر لي المحتوى البروتيني اللي لسه طالع ما حصلش ليه فولد. رقم 3 ما بنقدرش نستخدمه في التحاليل بتاعه الجيناتكس او الكروموسوم ستادي، لان وظيفه اساسيه من الفورمالين ان هو بيعمل ديجريدد في بعض الاجزاء بتاعه الدي ان ايه. هو بيكسر لي الدي ان ايه اوريدي، بيخليه عباره عن قطع صغيره.
فبالتالي لو جيت انت اشتغلت على جيناتكس او اشتغلت على كروموسوم، انت هتشوف الحاجه دي مكسره. انت ممكن تقول لا هو دي متكسره او حاصله خلل او تشوه في الجين ده، فبالتالي اقدر اشخص ان العيب ده ناتج عن الخليه نفسها، وهو اصلا ناتج عن تكسير الفورمالين. فبالتالي انا ما اقدرش استخدم الفورمالين في شغل الجيناتكس او شغل الكروموسوم ستادي. رقم 4، انا ما اقدرش استخدم الفورمالين في الالكترون ميكروسكوب، لان الالكترون ميكروسكوب ليه وضع خاص في الشغل بتاعه، فانا بستخدم معاه ال 4% جلوتاردهايد، او بستخدم معاه اللي هو الاوزميك اسيد اللي هو تركيزه 2%. طيب ايه تركيبة الفورمالين ده اصلا؟ تركيبة الفورمالين عبارة عن هو فورمالدهايد، انا ببدأ اخففه بنسبة مية معينة، تركيز 4% فورمالدهايد بيديني 10% فورمالين. لان انا عشان اوصل للفورمالين او ساتوريتد فورمالين، هو التركيز بتاعها بيكون ما بين 37 ل 40% فورمالدهايد، والباقي ميه، وال60% ميه. فبالتالي بيديني اللي هو ساتوريتد فورمالين اللي هو ال100% فورمالين. عشان اخفف اخد 10% فورمالين، انا بجيب 10% ساتوريتد فورمالين و90% ميه، بمعنى صح 4% فورمالدهايد و96% ميه. نعيدها تاني عشان الناس ما تتوهش. الاساس معايا في تركيب الفورمالين اللي هو الفورمالدهايد. انا عشان اوصل للساتوريتد فورمالين بيبقى معايا 40% فورمالدهايد، وباقي 60% ميه، عشان يديني اللي هو السترونج فورمالين او الساتوريتد فورمالين اللي هو التركيز بتاعه ده 100% فورمالين. عشان اوصل لل10% فورمالين ببدأ اخفف اللي هو الساتوريتد فورمالين ده، باخد منه 10 في المية، والباقي 90% ميه. يعني لو هحضر لتر من الفورمالين من الساتوريتد فورمالين، هاخد من الساتوريتد فورمالين 10 100 مللي، وال900 مللي الباقيين احطهم ميه. طيب لو انا دلوقتي معايا فورمالدهايد وانا عايز احضر لتر 10% فورمالين، باخد 4% فورمالدهايد، انا اسف 40 مللي فورمالدهايد و960 مللي ميه. اللي بيجي لك في المعمل اصلا اللي هو ساتوريتد فورمالين. الفورمالدهايد ده اصلا هو وضعه جاز في درجه الحراره الغرفه، انت مش هتتعامل معاه، انت مش هتشوفه اصلا في المعمل. اللي هيجي لك في المعمل اللي هو ساتوريتد فورمالين اللي هو التركيز 100% فورمالين. عشان تاخد ال 10% فورمالين، حضرتك انت بتجيب مخبار وبتحط 100 مللي ميه، وبتكمل ال 900 مللي الباقيين ميه، عشان يبقى معاك 1 لتر فورمالين عشان تقدر تتعامل معاه. بعد كده الوقت المناسب معايا عشان اقدر اقول ان النسيج ده حصل له فيكسيشن، هو ثبت مش هيحصل فيه اي تفاعلات بعدين، عشان اقدر اشتغل بيه وادخل بيه باقي العمليات اللي معايا. الوقت المطلوب عشان يبقى النسيج بتاعي حصل، لو النسيج ده حجمه كبير، مثلا قلنا مثلا في عمليات الاستئصال الكلي او الاستئصال الجزئي، هياخد تقريبا من ما بين 6 ل 48 ساعة على حسب كثافة النسيج وكتلة النسيج اللي معايا. في أنسجة بتبقى عدد الخلايا الموجودة معايا بتبقى كتيرة ومتركزة فوق بعض. من ضمن الأمثلة دي اللي هو الخلايا بتاعة الكبد. خلايا الكبد متراكمة بشكل كبير قوي فوق بعض، الكثافة بتاعتها عالية. في بعض الأنسجة بتكون الخلايا بتاعتها فيها مسافات بينية كتير، فبالتالي بتحتاج وقت أقل. فبيختلف الوقت معايا على حسب كثافة النسيج وكتلة النسيج. يعني مثلا لو أنا هعمل كتلة نسيج 1 جرام، مش زي ما أنا هعمل كتلة النسيج 100 جرام، بتختلف معايا في كثافة النسيج نفسه، كثافة الخلايا جوه النسيج وكتلة النسيج نفسه. على عكس مثلا السمول بايوبسي، مثلا لو انا خدتها من الخزعات الصغيرة، بتاخد من حوالي ساعتين ل6 ساعات. طيب يا دكتور انا مش فاضي للوقت ده كله، وانا مستعجل اشوف
الفيكسيشن بتاعي، بحيث ان انا عايز ادخل المراحل الباقيه عشان مستعجل على العمليه دي. مستعجل على العمليه دي انت ممكن تعمل الفروزن سيكشن. طيب انت دلوقتي عايز توصل لبرافين سيكشن، يبقى انت هتاخد هتجيب الفيكسيشن بتاعك وتوصله لدرجه حراره 60 درجه وتحط النسيج فيه لمده ساعتين. درجه الحراره هنا بتاثر لي على المحتوى بتاع الخلايا، ممكن يحصل اي مشكله في البروتين بتاع الخليه، فبالتالي ممكن يحصل فيها اي تشوهات. فمعظم الناس ما بتنصحش بدرجه الساعتين في درجه حراره 60، بتنصح في درجه حراره الغرفه. النسيج بياخد وقته وما بيحصلش فيه اي مشكله. لكن انت لو مستعجل، جرب اللي هي الدرجه يعني الفيكسيشن بشكل سريع عند درجه حراره 60 لمده ساعتين بس. زي ما انتم شايفين قدامكم في بعض الامثله زي الايثانول قدامكم والميثانول والفورمالين. شكل الخلايا بعد ساعه واحده، افضل فيكسيشن زي ما انتم شايفين الفورمالين بيخترق الخلايا بسهوله من كل ناحيه بشكل متساوي، على عكس الايثانول حصل فيه زي شرينكينج في الجنب الشمال. بعد ساعتين افضلهم الميثانول، لان حصل فيه زي الفيكسيشن خلاص تقريبا اتملك من كتلة النسيج. بعد 6 ساعات النسيج خلاص يعني تقريبا الثلاثة حصل لهم يعني نقول مثلا 80% فيكسيشن. بعد 10 ساعات الأنسجة اللي قدامي كلها حصل فيها فيكسيشن، إلا الفورمالين فاضل له شوية ويحصل ويكمل فيكسيشن. يعني مثلا نقول إن الفورمالين فاضل له 95% على عكس الميثانول وصل لل 100%، والإيثانول ممكن نقول مثلا 98%. الفورمالين فاضل له مثلا ساعة كمان ويحصل له فيكسيشن كامل. طيب دلوقتي أنا لو جات لي يا دكتور يعني عضو كبير قوي وانا عايز اعمل له فيكسيشن، هل انا بسيب العضو كامل ولا زي ما هو في الفيكسيشن، ولا بعمل له لا انا باخد العضو كامل وببدا بالمشرط بتاعي وابدا اشرحه بشكل طولي او شكل عرضي على حسب الانسجه، على حسب نوع النسيج اللي موجود معايا، وببدا اعمل له المسافات بتتراوح ما بين 1.5 سنتي ل1 سنتي، بحيث بوسع او بدي نسبة مساحة للسطح عالية، بحيث ان الفورمالين يعرف يتداخل جوه الخلايا بشكل متساوي. وبيبدأ انا بزود مساحة السطح بتاعتي وبقلل الوقت المطلوب معايا في الفيكسيشن. يعني لو انا قلت ان العضو كامل اللي انا قدامي ده انا عشان اعمل له فيكسيشن بدون المشرط ده انا ممكن الوقت معايا يوصل ل 72 ساعة، على عكس ان انا لو شرطته بالمشرط ممكن ياخد معايا حوالي من 18 ل 24 ساعة بس. فبالتالي ان انا بزود مساحة السطح معايا بالمشرط، ان انا بدي زي فواصل ما بين كل 1.5 سنتي او 2 سنتي بديله مسافة بالمشرط، فالفورمالين بيبدأ ياخد مجال، فبالتالي بيأثر معايا الوقت وبيديلي فيكسيشن بشكل عالي وبشكل مناسب. طيب يا دكتور دلوقتي احنا خلاص شرحنا النسيج وعملنا فيكسيشن للنسيج، المفروض انا دلوقتي همر على ايه؟ دلوقتي انا عايز قطع معينة من النسيج. ايه هي القطع دي وازاي انا بوصل ان القطعة دي بوصلها السمك بتاعها بيوصل معايا ل3 مايكرون و7 مايكرون يا دكتور؟ يعني حاجات قليلة خالص على عكس النسيج. يعني النسيج ده كبير قوي، ازاي انا اصغره واحطه على الشريحة؟ انا بعمل حاجة اسمها كاسيتات. شايفين الشكل اللي هو لونه بنفسجي ده او وردي او ازرق؟ ده عبارة ده اسمه كاسيت. انا ببدأ اخد جزء معين من النسيج ده وببدأ احطه في الكاسيت. حضرتك
فاكر الريبورت اللي قلت لك انت لما بيجي لك العينه بتقلب ظهره بتكتب الرقم بتاع رقم العينه اللي موجود معاك، وبتبدا توصف العينه طولها وعرضها وارتفاعها واللون بتاعها، لو في اي مشكله انت شايفها مثلا، والنسيج مثلا فيرم مثلا، ولا يعني بتشوفه متماسك او حصل فيه اي مشكله، انت بتكتب اي الاوصاف اللي انت شايفها بالبصر بتاعك. وبعد كده انت عملت لها فيكسيشن. بعد ما بتعمل لها فيكسيشن انت بتجيب الكاسيتات بتاعتك. الكاسيت بتاعتك دي انت المفروض في جنب من قدام بتبدأ هنا بالظبط، هنا انت بتبدأ تكتب الرقم اللي هو السيريال نمبر بتاعك، لان احنا زي ما قلنا طالما العينه دخلت المعمل بتاعك انت ما بتتعاملش مع اسم، انت بتتعامل مع سيريال نمبر. السيريال نمبر ده زي ما شرحنا المره اللي فاتت ان ترتيب العينه دي اللي جات لك في السنه، لو جالك العينه رقم 1 في السنه بتبقى 1/25، العينه رقم 2 بتبقى 2/25، العينه جات لك رقم 3100 بتكتبها 3100 على سنه 25. فكل عينه معاك ليها رقم مميز انت بتكتبه على الكاسيت بتاعها. طيب يا دكتور انا دلوقتي العينه دي هاخد منها كذا كاسيت، مش هاخد كاسيت واحد. يبقى انت لو هتاخد كاسيت هتاخد كذا كاسيت بتكتب على الكاسيت رقم العينه. لو قلنا مثلا ان العينه دي رقم 20 في السنه، يبقى 20 شرطه الكاسيت الاول هيتكتب عليه ايه شرطه 25. الكاسيت الثاني كذلك هتبقى تكتب العينه رقم 20 شرطه الكاسيت الثاني تبقى دي. في ظهر التقرير اللي انا قلت لك عليه انت بتيجي تسجل ان انت خدت، انت مثلا اشتغلت على كام كاسيت، انت اشتغلت مثلا على 3 كاسيت. الكاسيت رقم ايه انت خدت حرف مثلا بتكتب ميرجن. الرقم بي مثلا خدت قطعه انت شاكك انها ورم بتكتب مثلا تيومر. رقم سي انت خدت مثلا لو قدامك ده بريست، فانت بتكتب مثلا اللي انت خدت نيبل مثلا. خدت جزء معين من النسيج انت ليه مسمى النسيج ده هتكتبه، هتكتب ان انت مثلا في الكاسيت رقم ايه خدت كذا، رقم بي خدت كذا، رقم سي خدت كذا. فتبدا تسجل العمليات بتاعتك على على كل كاسيت انت خدته بتبدا تسجلها في دكتور يعني ايه كاسيت؟ يعني ايه كاسيت؟ قطعه البلاستيك الصغيره اللي قدام حضرتك دي، اللي هي لونها ازرق ولونها بنفسجي اهو دول. تمام. تمام يا دكتور. المفروض ان انا الحواف بتاعتي ببدا اعلمها بالحبر الهندي او الانديان انك. القطع اللي بتتحط في الكاسيت بيبقى ليها ابعاد معينه، بيبقى اقصى حاجه بتقدر توصل لها 25 ملم في 15 ملم في 3 ملم، اللي هو بالمعنى الاصح ما يتزيدش طولها عن 2.5 سم وعرضها 1.5 سم والارتفاع بتاعها عن ربع سم، ممكن توصل معاك لنص سم مش مشكله. تمام. انت بتستخدم تسجل الكاسيت بتاعك بالقلم الرصاص، ما ينفعش تستخدم اي قلم تاني، ما ينفعش تستخدم القلم الجاف او اي حبر تاني تستخدمه. بتستخدم القلم الرصاص بتسجل بيه على الكاسيت، لان القلم الرصاص ما بيتفاعلش مع المحتويات بتاعه الفيكسيشن او بتاعه الكليرنج او بتاعه الستيننج في المراحل اللي جايه. فبالتالي انا بسجل بالقلم الرصاص. والمفروض ان الكاسيت ده بيكون معايا من البلاستيك. المفروض بعد ما بخلص انا بقفل الكاسيت بتاعي، بتاكد انه قفل كويس، بجيب الظهر اللي ورا ده وبقفله لقدام وبدوس عليه كويس عشان اتاكد انه قفل. وبعد كده ببدا اسقطه في جار فيه فورمالين عشان احفظه هناك لحد ما انا اخلص باقي العمليات بتاع باقي الكاسيتات او باقي الانسجه اللي موجوده معايا او باقي العينات اللي موجوده معايا بعد ما بخلصها وبعملها. وبتجنب هنا ان انا لازم افتح كل كاسيت لوحده عشان اتجنب اي خطأ يحصل معايا، عشان ما بدلش الكاسيتات معايا. لازم تبقى فاهم حتة تانية، انت عارف انت حاطط النسيج ازاي. اخصائي الباثولوجي اللي واخد دكتوراه في الباثولوجي هو اللي بيعمل الخطوة دي، لان هو عارف هو حاطط اتجاه النسيج ازاي، لان هو عايز
يعني اتجاه النسيج، هو عارف عايزه ازاي. هو درس دكتوراه كاملة ازاي يعرف يحط النسيج وازاي يعرف يشخص النسيج ده تحت الميكروسكوب. فبالتالي حضرتك ما ينفعش تقلب وضع النسيج جوه الكاسيت. القطعة اللي موجودة في الكاسيت زي ما انت محطوطة في الكاسيت كده هتبدأ تحطها في البلوك، ما تغيرش اتجاهها، ما ينفعش تقلبها الناحية التانية او تحطها بزاوية. تمام. بعد كده بتخش على مرحلة اسمها التمرير البطيء. التمرير ده بيمر بعدة مراحل. ايه هو اهمية التمرير ده؟ التمرير ده أنا الفايدة بتاعته بسهولة كده ببساطة شديدة، انا بنزع المية اللي موجودة جوه النسيج وببدأ ادخل مكانها برافين. البرافين واكس او شمع البرافين ده مادة في درجة الحرارة بتاعة الغرفة هي صلبة، فبالتالي لو جيت اعمل لها سيكشن اجي اقطعها تتقطع معايا بسهولة، وابدا اقدر اخد منها سيكشن اقدر احطه على سلايد عشان ابدا افحص السلايد بتاعتي. فالوظيفه او البرنسبل الاساسيه بتاعه التيشو بروسيسنج ان انا بشيل الميه من النسيج مع النسيج اللي معايا وابدا ادخل مكانه ماده صلبه. اشهر مثال على الماده الصلبه دي اللي هو البرافين واكس او شمع البرافين، عشان اقدر اخد سيكشن اقدر احطه على الميكروسكوب عشان اقدر افحص السلايد بتاعتي دي تحت الميكروسكوب. قبل ما نكمل في المراحل اللي جايه، حد عنده اي مشكله في اللي فات يا شباب؟ اتفضل يا مريم. لا معلش رافعة بالغلط. تمام ماشي. بس هو عموما يعني هو حضرتك قلت نعمل فيكسيشن الأول وبعدين تيشو بروسيسنج صح؟ بالظبط. ده معلش أنا آسفة، الفيكسيشن ده بنعمله قبل ما نحط في الكاسيت ولا بعد؟ لا قبل ما نحط في الكاسيت. قبل ما نحط في الكاسيت في يعني تيوب أو كده قبليها صح؟ في جار معين او علبه زي السرايل كاب بتاعت اليورين او غيره، بتبقى على حسب حجم العينه اللي جايه لي. ممكن تبقى في تيوب صغيره زي تيوب التحاليل، بسبب ان العينه دي مثلا جايه بايوبسي او جايه كورس، فبتبقى عينات صغيره على حسب حجم العينه اللي معانا. بنسيبها 12 ساعة صح؟ بنسيبها 12 ساعة؟ على حسب قلنا على حسب كثافة وكتلة النسيج، في المتوسط من 6 ل 48 ساعة، في المتوسط تمام اوكي 24 دكتور. ساعة يعني. بعدين نشيلها ونحطها في الكاسيت وبعدين بعد الكاسيت نحطها في نعمل لها تيشو بروسيسنج صح كده؟ بالظبط. تمام هنتكلم شكرا عن يا التيشو دكتور. بروسيسنج والمراحل بتاعته. اتفضلي يا حور. حد عنده أي سؤال تاني يا شباب؟ اتفضلي يا حور. لو سمحت يا دكتور، اتفضلي. هو في الفيكسيشن الجراح بيبعت لي العينة موجودة في فورمالين 10%، ولا أنا اللي برجع أخد العينة وأحطها أنا عندي في الفورمالين من عندي أنا؟ على حسب البروتوكول بتاع كل مستشفى. في مصر بنتعامل ان العينة بتيجي موجودة في الفيكسيشن بتاعها ما عدا العينات بتاعة السيتولوجي. هي ما بيسحب عدا العينات بتاعتي إيه؟ السيتولوجي، العينات السائلة، عينات اه السيتولوجي والعينات بتاعة الفاين نيدل. دي العينات هي الوحيدة اللي بتيجي سليمة واحنا بنتعامل معاها. لكن باقي العينات بتاعت البيوبس وغيره، هو عارف ان العينة دي رايحة تتعمل كذا، هو بيحطها في الفيكسيشن بتاعها، سواء هتتعمل فروزن سيكشن فبيحطها في الكحول، او بتتعمل بارافين واكس فهو بيحطها في الفورمالين. على عكس بره اوروبا مثلا، هو اللي بيبعت ان الجزء كامل، بيبعت العينة كاملة، وبتاع الباثولوجي بيستلمها من وقت العملية مباشرة، وهو بيبدأ يتعمل باقي كل الخطوات على حسب كل تمام. بروتوكول طيب مستشفى. وفي البروسيسنج لما أجي أحطها في الكاسيت باخد جزء منها، ما باخدش كله صح؟ هو بياخد يعني باخد المكان اللي فيه المشكلة. هو اللي بيقدر يحدد المشكلة دي، او بيقدر يحدد ان الجزء ده هو فيه مشكلة او عايز يشوفه، اللي هو اللي واخد بتاع دكتوراه الباثولوجي. في الباثولوجي.
وبيبقى واخد دكتوراه، بيبقى معاه PhD، انا اسف MHD، وبيبقى تخصص بطنه، درس دكتوراه في الباثولوجي، بيبقى تبع طب بشري مش تبع علوم. انت اللي يخصنا الجزء بتاع التيشو بروسيسنج، وازاي انت بتتعامل مع الكاسد مع الدكتور. تمام تمام. تمام. حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ لو سمحت يا دكتور، اتفضل. حضرتك قلت انا بصبغ الحواف بانديا انك، ليه بالظبط؟ عشان هو بيبدأ عايز يشوف شكل الحواف، لان بعض لان بقى لما بتيجي تعمل سيكشن بالميكروتوم، ساعات بيضيع مننا الجزء بتاع الحافة، فهو بيعلم ان الانديان بيفضل اللون بتاعها ثابت، بيفضل اللون بتاعها تقريبا اللون الازرق الفاتح، هو بيقدر يشوف اللون الازرق الفاتح ده تحت الميكروسكوب، فبيقدر يحدد ان الجزء ده حافة. وصلت معاك؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. نكمل. قلنا الهدف من التيشو بروسيسنج اللي انا بنزع الميه الموجوده جوه النسيج ده، وببدا ادخل ماده صلبه. اشهر المواد الصلبه اللي انا بقدر ادخلها جوه الوسط الصلب ده بيكون عباره عن بارافين واكس. هو في درجه الحراره الغرفه هو ماده صلبه، بقدر اعمل فيه سيكشن بشكل معين. في حد رفع يده؟ حد كان عايز يسال حاجه على حاجه يا شباب؟ اتفضلي يا حور. الصوت مش واضح. هو ازاي بنبدل المية بتاعة التيشو بالبرافين؟ بالظبط، هو ده الهدف من المرحله كلها، هي عباره عن عده مراحل. تمام. انا هبدا اشرح لك هو ازاي احنا بنعمل ده اصلا، واحده واحده، اوكي تمام. وهتيجي الهدف اشرح لكم كل حاجه. الستبس بتاعت التيشو بروسيسنج. رقم واحد فيكسيشن. احنا اتكلمنا كتير قوي في الفيكسيشن، يعني احنا لينا حوالي ساعه الا ربع ما بنتكلمش اصلا غير عن الفيكسيشن. رقم اتنين الديهيدريشن، مرحله نزع الميه من النسيج. مرحلة 3 مرحلة انتقالية اسمها الكليرنج أو البرافين انفلتريشن. أنا ببدأ أدخل وسط بيبدأ يطلع لي المادة بتاعة الديهيدريشن، ويدخل لي مادة ينفع ترتبط تكون وسط انتقال ما بين المرحلة بتاعة الديهيدريشن والبرافين امبيدنج. رقم 4 البرافين امبيدنج، مرحلة أمر النسيج اللي معايا آه، آه، في مادة البرافين. رقم 5 اللي هو مرحلة السكشننج، ودي المرحلة بتاعت تجهيز الشريحة. أول حاجة خلينا نتكلم عنها، نرجع للصورة دي اللي هو الديهيدريشن، مرحلة نزع المية. المرحلة دي أنا بستخدم فيها ascending grade of alcohol. لازم المرحلة دي أنا بستخدم فيها الإيثانول بتدريج تصاعدي، بترتيب تصاعدي. ما ينفعش أستخدم الكحول 100% او ابسوليوت الكحول مره واحده للخليه، لان الخليه لو استخدمت معاها الكحول مره واحده هيحصل لها شرينكينج، انكماش، او ممكن يحصل لها شوك للخليه، وبتبدا تحصن نفسها ضد الكحول ده، وما يحصل لهاش عمليه نزع الميه. فبالتالي لو دخلتها في المرحله اللي بعدها مش هتقدر تعمل الخطوه اللي بعدها، فبالتالي مش هتقبل برافين، اللي هي المرحله الاساسيه، اللي هو الخطوه الاساسيه او المبنى او المبدا الاساسي بتاع الخطوه دي. فبالتالي انا بستخدم الايثانول بترتيب تصاعدي، بجيب 70% الكحول، 90% الكحول، 95% الكحول، 100% ابسوليوت الكحول، على حسب العينات اللي معايا والكتله النسيج اللي معايا. انا بحدد الوقت وعدد الجرات اللي انا المفروض انا استخدمها، او عدد المراحل اللي انا المفروض انا بستخدمها. بس في المجمل خلينا نتكلم ان لو معانا عدد عينات
انا بدخله مرحله ديهيدريشن. المرحله الاولى بتبقى 70% ايثانول، بتبقى لمده 1 ساعه. وبعد كده بدخلها مرحلتين 95 ايثانول لمده 1 ساعه، كل مرحله 1 ساعه، يعني كده 3 ساعات، ساعه 70% وساعه 95%، وبعد كده ببدل على جار تاني 95%، عشان ممكن يكون الايثانول اللي معايا حصل فيه تشبع بسبب ان الميه اللي فيه طلعت والتركيز بتاعه قل، فبالتالي انا بنقل من جار لجار. وبعد كده بدخل مرحلتين، كل مرحله ابسوليوت ايثانول اللي هو تركيزه 100% لمده ساعه ونص. كده متوسط المرحله بتاعت الديهيدريشن 6 ساعات. بتقل وبتزيد على حسب عدد العينات اللي معايا وكتله النسيج اللي معايا. تاني، المرحله بتاعت الديهيدريشن دي المرحله الاساسيه بتاعت نزع الميه، لان الايثانول زي ما انتم عارفين او الكحولات عموما بتنزع الميه من النسيج. كده انت نزعت الميه. طب الخطوه دي بتتم بالتدريج لسبب ان الخليه ما يحصلش معايا فيها شوك، وما يحصلش معايا فيها شرينكينج او انكماش بسبب المحتوى اللي فيها، بسبب ان انا نزعت الميه مره واحده، فبالتالي حصل فيها انكماش، او الخليه تحصل لها شوك، فبالتالي الخليه هتحصن نفسها، فمش هيدخلها ايثانول ومش هيطلع منها ميه، فبالتالي الخطوه اللي بعدها مش هتتم. ايه هي الخطوه اللي بعدها؟ خطوه الكليرنج. الكليرنج دي خطوه هي عباره عن اورجانيك سولفنت، بيكون الهدف بتاعه انه بيشيل معايا الشوائب وبيطلع معايا الايثانول لبره، وهو بيبقى مرحله انتقاليه عشان يقدر يدخل لي البرافين واكس جوه الخليه. الايجنت اللي انا بستخدمه فيه الزايلين. تاني، مرحله الكليرنج دي انا بستخدم فيها اورجانيك سولفنت. الهدف بتاعه ان هو يعني بيزود معايا الرؤيه وبيشيل معايا الشوائب الموجوده جوه الخليه، والهدف الرئيسي منه بيكون مرحله انتقاليه عشان هو بيعرف يطلع الكحول بره اللي هو الايثانول، وبيعرف يرتبط مع البرافين ويدخله جوه الخليه. وانا بستخدم هنا الزايلين. طيب كده احنا طلعنا الميه من الخليه ودخلنا ايثانول في المرحله الاولى، مرحله الديهيدريشن. المرحله الثانيه مرحله الكليرنج، احنا كده طلعنا الايثانول ودخلنا الزايلين. احنا ليه بندخل الزايلين؟ عشان الزايلين دي مرحله عنصر انتقالي بيعرف يرتبط بالوكس ويدخله، لان لو فضل الكحول اصلا بيبدا هو بيطلع الوكس من جوه الخليه. يعني مثلا انا لو باجي استخدمه في مرحله في المرحله بتاعه الاستين، هشرحها لكم بعدين، هو بيعمل ديبولاريزيشن، هو بيبدا يطلع الوكس من جوه الخليه الكحول، فبالتالي ما ينفعش احط الوكس على الكحول، لازم يكون في عنصر انتقالي. فالعنصر الانتقالي ده بيكون الزايلين، لان هو بيعرف يرتبط بالوكس كويس وبيبدا يدخله له جوه الخليه. المرحله الثالثه اللي هو البرافين انفلتريشن، انا ببدا ادخل البرافين جوه الخليه. العمليه دي الهدف بتاعها ان انا بعرف ادخل البرافين جوه الخليه. اشهر وكس انا بستخدمه اللي هو الشمع ده، اللي هو الشمع بتاع البرافين، وده زي ما انا قلت لكم هو بيكون متصلب درجه يعني صلب في درجه الحراره بتاعه الغرفه، بيبدا يسيح عند درجه حراره ما بين 56 ل 58، اكتر من كده بيكون سائل. عشان كده انا بستخدم البرافين عند درجه حراره 60 عشان اتاكد ان البرافين اصلا هنا سائل. وبستخدم البرافين على جارين، الجار الاول درجه حرارته 60 لمده ساعه، والجار الثاني لمده ساعه درجه حراره 60 برضه، عشان لو حصل تشبع في الجار الاول الجار الثاني يكمل.
وده مخطط بسيط للي فات كله. اللي فات كله احنا حكينا، قلنا الفورمالين الفيكسيشن، انا اسف، قلنا الفيكسيشن الهدف بتاعه الاساسي ان هو بيوقف لي عمليه الاوتولايسيس، وبيقتل لي البكتيريا والفنجاي، وبيثبت لي الخليه زي ما هي. فبالتالي الخليه مش هيحصل فيها اي مشكله، هتبقى زي ما جايه من الجسم، انا زي ما بشوفها تحت الميكروسكوب. فبالتالي مرحله الفيكسيشن دي بتاخد من 6 ساعات ل 48 ساعه على حسب كثافه وكتله النسيج اللي انا بستخدمه. يعني لو بستخدم بايبس صغيره اقصى حاجه هتاخدها 6 ساعات. لو بستخدم استئصال كلي مثلا جزء من الكبد او جزء من اليد او جزء من الرجل او جزء من اي عضو جالي، على حسب الكثافه بتاعه النسيج وكتله النسيج اللي جاياني دي، انا بحدد الفورمالين هاخد وقت قد ايه. فبتتحدد ما بين 6 ساعات ل 48 ساعه، تبقى في المتوسط 24 ساعه. يعني لو العمليه جات لك 11 وانت عملت لها فيكسيشن 11، تاني يوم الساعه 11 انت بتشتغل فيه. ده المتوسط يعني. مرحله الديهيدريشن قلنا هي بتختلف على حسب عدد الكاسيتات اللي انت بتستخدم عليها، وقلنا ده انت خلاص جهزت الكاسيتات بتاعتك وانت شغلتها. فبالتالي في الجار الاول قلنا هنحط ايثانول 70%، التركيز الثاني 95% لمدة ساعة، التركيز الثالث 95 لمدة 1 ساعة. بعد كده الجار الاول الجار الرابع 100% ابسوليوت، الجار الخامس 100% ابسوليوت. هل محتاج الثالث؟ لو محتاج الثالث حط الثالث، لان بيبقى مثلا انت معاك عدد كبير قوي من الكاسيتات، ممكن توصل ل 120 و140 و160 كاسيت في المرحله، يعني في التمرير الواحد. فبالتالي عدد الجارات دي بيتحدد على عدد الكاسيتات اللي انت موجوده معاك. بعد كده بتخش على مرحله كمان اسمها مرحله الكليرنج، اللي هي المرحله اللي انا بستخدم فيها الزايلين، المرحله اللي هي الانتقاليه اللي انا بطرد فيها الايثانول من الخليه وببدا ادخل فيها البرافين. والمرحله دي بتزود معايا الرؤيه، لان هو بيبدا يطرد لي لو في اي شوائب ناتجه من المراحل اللي فاتت هو بيطردها. فبالتالي انا بستخدم الكليرنج في جارين، الجار الاول لمده ساعه زايلين، والجار الثاني لمده ساعه برضه زايلين. بعد كده المرحله الاخيره ومرحله الانفلتريشن، ودي اللي انا بدخل فيها البرافين جوه الخلايا. وهنا بستخدم البرافين عند درجه حراره 60 لمده ساعه في كل جار، يعني الجار الاول ساعه والجار الثاني ساعه. فكده انت خلاص انت وصلت لاخر مرحله من مرحله التيشو بروسيسنج. انت كده الكاسيت بتاعك جاهز على مرحله البلوكينج. تعالوا كده اوريكم. المهم يعني جهاز التمرير البطيء، الجهاز التمرير ده حضرتك انت بتجهز الكاسيت بتاعك وتبدا تحطهم في الجار الاول اللي هو في البدايه اليمين اللي هو المختلف شويه ده، وبتبدا تحطهم وانت بتظبط الجهاز بتاعك. انت عارف ان الجار الاول محطوط فيه فورمالين، انت عارف ان الجار الثاني محطوط فيه ايثانول 70%، وبتبدا تظبط الوقت بتاعك ودرجه حراره الغرفه. ما بتلعبش في درجه الحراره غير في الجارين في الاخر اللي هم الجارين بتوع البرافين. بتبدا تظبط وقت ودرجه حراره، باقي ما باقي بتظبط وقت بس وبتسيب درجه حراره الغرفه. تعالوا كده اوريكم فيديو اختصار الكلام اللي فات ده، بس يا رب يكون موجود. Details and patient information. The samples are received fresh or in liquid preservatives such as formalin. Grossing. Grossing is the process in which pathology specimens are examined and بيقول لك هنا المرحلة اللي في البداية اسمها مرحلة الجروسنج، وهنا العينة بتجي لك ويبدأ هو يفحصها، يقول لك examination، ويبدأ يشوف هو هياخد أنهي جزء من العينة. trimmed to proper size, and best part is selected for further microscopic examination to. شايف انت الكاسيت هنا هو كاتب عليه بالقلم الرصاص من قدام، ما بيكتبش عليه بقلم جاف،
ويبدأ ياخد العينة بتاعته، بيبدأ يحطها في الكاسيت، Obtain diagnostic information. وبياخد الجزء اللي هو الدياجنوستيك، بيبدأ يوصف الجزء التشخيصي أو التمريضي بتاع العينة دي. أي حاجة هو بيشوفها بالبصر بتاعه، سواء طول عرض ارتفاع، الأوصاف بتاعتها بيبدأ هو يسجلها في الريبورت بتاعه، عشان الريبورت ده هيروح للباثولوجيست عشان يشخص العينة كويس. The tissue is now placed in small plastic cassettes that hold the tissue in and allow fluids pass through the slits to bathe the tissue. Tissue fixation and processing. An essential part of all histological and cytological techniques is preservation of cells and tissues as they naturally occur. Hence the objective of tissue processing is to stabilize the tissues or cells and preserve their morphological, anatomical and biochemical. بيقول لك المرحلة دي مرحلة أساسية عشان يبدأ يشيل المية ويدخل مكانها البرافين، عشان يبدأ يشوف المورفولوجي، الشكل التشريحي كويس تحت الميكروسكوب. فبيدخلها بعدة مراحل كيميائية وبايوكيميائية عشان يقدر يشوف الشكل الواضح بتاع الخلية وتركيب الخلية كويس. Characteristics for accurate diagnosis. To accomplish this, tissue blocks. زي ما انت شايف بيقول لك الهدف الأساسي منها عشان نعمل اللي هو تيشو بلوك أو البرافين بلوك. أول جار مكتوب عليه 10% بفرد فورمالين، التاني 70% الكحول، وهكذا. هتلاقي التالت مكتوب عليه 90 أو 95 Sections or الكحول. smears are usually immersed in fixative solutions. بس زي ما انت شايف كده الجهاز بيبدأ يطلع وينزل Most commonly used fixative is 10% neutral buffered formalin. الجهاز بيتحرك بالراحة لفوق وتحت عشان يبدأ يدخل الفورمالين جوه الأنسجة، عشان يضمن ان مفيش اي مكان لازق في الكاسيت او الفورمالين ما وصلوش من الخلية. Dehydration. Water is present in tissues in free and bound forms. بيقول لك الديهيدريشن دي مرحلة نزع المية من النسيج. Tissues are processed to the embedding medium by removing the free water. To minimize tissue distortion or shrinkage from dehydrant. بيقول لك احنا بنعمل ترتيب تصاعدي عشان ما يحصلش للخلية اي شرينكينج. زي ما انت شايف هنا التركيز بتاع الكحول 70% و80% و90%. انا قلت لك هو ترتيب تصاعدي، بيختلف من مستشفى لمستشفى، من بروتوكول لبروتوكول. انت ممكن تستخدم 70 90 95 70 95 100%. اهم حاجه ان انت تستخدم خطوه ال70%، لان ما ينفعش تستخدم ال95 او ال90% مره واحده، لان انت لو استخدمتهم هيحصل معاك اوريدي شرينكينج، وبعض الخلايا هيحصل لها شوك ومش هيدخل لها الكحول، وبالتالي مش هيقدر تدخل لها البرافينوكس، وبالتالي فشلت معاك العمليه كلها والنسيج بتاعك باظ. Delicate specimens are dehydrated in a graded ethanol series from معلش يا water دكتور، through ممكن 10%. سؤال؟ اتفضلي. هو مش البفر 10% ده كان المفروض يعني الكاسيت تفضل فيه up to 48 ساعة ولا ازاي؟ مش عارفة هي خطوة على طول اللي بعديها ولا؟ تمام. هو هنا الجهاز بيبقى مظبوط، هو بيجيب لكم لحظات. يعني البفر 10% بفر في الجهاز بتبقى 6 ساعات، لان هو اوريدي هو قاطع حته صغيره في الكاسيت. انا قلت ان ابعاد النسيج اللي بيبقى موجود في الكاسيت 2.5 سم في 1.5 سم في الارتفاع بتاعها تقريبا لا تتعدى 3/10 سم 3/10 سم، فبيبقى تقريبا يعني 3 مللي، يعني حاجه بسيطه خالص. ف6 ساعات في 10% بفرد فورمالين هي كافيه قوي للفيكسيشن بتاعها. وضحت؟ يعني هو الجهاز متصمم لوحده ان هو او انا بظبطه ان انا العينة بتاعتي هحطها في البفر بعد 6 ساعات بتتشال اللي بعديها ولا بعملها؟ بالظبط. انت بتبقى مظبطه الجهاز ان في الجار الاول اللي فيه 10% بفرد فورمالين هياخد 6 ساعات. في الجار الثاني اللي هو 70% الكحول، انت عارفه ان هو فيه 70% الكحول، انت بتظبطي على الجار الثاني هياخد فيه ساعه، الجار الثالث هياخد فيه ساعه، الجار الثالث لو عايزه تخليه 1.5 اللي هو 100% الكحول، انت بتخليه 1.5 ساعه.
مش كل الجارات بتاخد وقت معين ثابت، لا كل جار، ويبقى انت عارفه جواه ايه، بتظبطي الوقت بناء عليه. تمام، يعني ده جهاز مظبوط بالساعات، انا مش ليا رول فيه. بالظبط، انت مجرد ما بتدوس عليه رن هو بظبط الجهاز. بس الساعة. بالظبط، هو اول ما بتدي له رن هو عارف نفسه هيخلص امتى، بيديك وقت. انا بدات النهارده اخلص كذا. مثلا في بعض المستشفيات المتقدمه، عشان الشغل ان العينه ما تفضلش وقت كبير في البرافين، بدايه الشغل مثلا الساعه 9 هو بيبقى ظابط نفسه اوتوميشن. انت بتشغلي الجهاز وبتقولي له انا عايز العينات دي تبقى ظابطه 9 الصبح، خلاص هي العينات موجوده اوريدي في الفورمالين. تمام. اول ما يبدا، يعني لو قعدت اطول من 6 ساعات في الفورمالين مش مشكله، ممكن تقعد يوم 2 3 4 5 في الفورمالين ما تبصش، يعني هتفضل محفوظه، ممكن تقعد سنه كامله في الفورمالين ما تبصش العينه. تمام. فهو الجهاز بيبدا يحسب الوقت. مرحله الديهيدريشن مثلا لو هتاخد معايا 5 ساعات، ومرحله الكليرنج ساعتين، ومرحله البرافين هتاخد ساعتين، كده انا 9 ساعات، وانا عايز اخلص 9 الصبح. خلاص الجهاز نفسه بيبدا يطلع العينه من الفورمالين الساعه 12 بالليل، عشان يبدا يخلص المراحل دي، ويبدا الجهاز يبقى مخلص لي البرافين الساعه 9 الصبح. مجرد ما الاخصائيين بيبداوا يشتغلوا، بيلاقوا ان الجهاز لسه مخلص او هيبدا فاضل له 5 دقايق ويخلص، ويبداوا يشتغلوا عليه. طب معلش يا دكتور، سؤال تاني، العينات بتتحط مع بعض ولا يفضل ان كل عينة لوحدها؟ لا، يعني انا قلت في ان نفس الجار كله مع بعضه؟ انا قلت ان العينات بتبقى كتيره قوي، ممكن توصل معايا ل 120 كاسيت، 140 كاسيت، 160 كاسيت. كل كاسيت انا كاتب عليه السيريال نمبر، فعادي مش مشكله، انا هحط العينات كلها. انا اقصد ما فيهاش مشكلة انه يبقوا كلهم مع بعض في نفس الجار مع بعض، ما بيحصلش اي مشكلة؟ لا لا لا، مفيش اي مشكله ان يحصل اي ان احطهم مع بعض. تمام تمام. 20%, 50%, 95%, 100% ethanol. يقول لك انا باخدها ترتيب ايثانول، حتى لو هبدا من 50% ايثانول، عشان يضمن ان الخليه ما يحصلش فيها shrinking. Clearing. مرحله Since الكليرنج. alcohol and paraffin are not miscible, alcohol must be بيقول لك ان الوكس ما بيدوبش في الكحول، فبالتالي هو لو حط الوكس بعد الكحول على طول، الوكس مش هيدخل جوه الخلايا، هيفضل بره الخلايا. فهو عايز وسط انتقالي ما بين الكحول والبرافين، فهو بيجيب الزولين اللي هو الماده الانتقاليه. هو ميزه اضافيه للزولين ان هو بينظف الخلايا من الشوائب، ويبدا يستقبل ان البرافين يبدا يخش معايا الخلايا. replaced with an organic solvent that is miscible with both alcohol and paraffin. زي ما انتم شايفين هنا، ان نرجع شويه. Paraffin must be replaced with an organic solvent that is miscible with both. ان الجهاز هنا فيه اكتر من كاسيت، ودول مش تبع عينه واحده، هو عدد كبير من العينات، ممكن يكون 10 12 كاسيت عادي، ممكن يوصل لو الجهاز كبير ويستوعب ان انت تحط فيه اكتر من 120 130 140 كاسيت، حط فيه براحتك. بس اهم حاجه تراعي ان انت طالما معاك عدد كبير تزود الوقت وتزود عدد الجرات، عشان ما يحصلش تشبع في النوع المحلول اللي معاك، وبالتالي ما تاخدش نتيجه كويسه. تمام. فالعامل الاساسي ان انت تزود العدد بتاع الكاسيتات، الوقت، وعدد الجرات. دكتور، اتفضل. هو البرافين بيتحط في الكحول ولا في خطوة تاني؟ نعم، البرافين بيتحط في الكحول ولا في خطوة تانية؟ لا، في خطوه تانية. البرافين ده لوحدها، خطوه لوحدها. يعني دلوقتي انا معايا، انا خطوه الكحول الاساسيه، انا بطلع الميه، طلعت الميه، خلصت مرحله الكحول. دلوقتي انا لو حطيت البرافين ورا الكحول، البرافين مش هيدخل جوه الخلايا، فبالتالي انا عايز وسط انتقالي يقدر يدخل لي البرافين جوه الخليه، فبالتالي انا بستخدم وسط اسمه الكليرنج اللي هو الزايلين.
بيبدأ يطلع لي الكحول من جوه الخلية وهو يفضل جوه الخلية. فبالتالي الزيلين جوه الخلية بيبدأ ينظف لي الشوائب ويعمل لي كليرنج للخلية. فبالتالي بقدر لما اجي احط عليه البرافين، البرافين يقدر يخش ويطلع الزيلين من جوه الخلية، على عكس الكحول. لو انا دخلت البرافين على الكحول، البرافين هيفضل بره ما يقدرش يخش الخلية. تمام ماشي، شكرا. Both alcohol and paraffin. بعد كده بيخش على مرحلة الواكس، ودي مرحلة مختلفة شوية عشان بتاخد درجة حرارة معينة. The tissues are usually put through 3 changes of the clearing agent and transferred to paraffin. خلاص كده هو المرحلة اللي جاية مرحلة Paraffin embedding. البارافين امبيدنج او البلوكينج. انا بقول كده كفاية النهاردة لان الوقت سرح شوية ومعلومات كتير قوي النهاردة، فنقول كده كفاية. لو اي حد عنده سؤال في اللي فات او في حاجة مش واضحة معاه في اللي فات انا ممكن اجاوب عليها. ويا ريت الناس كلها ما تنساش تسجل على الفورم بتاع الغياب، لان الغياب بتاعك لو ما حضرتش مش هتعرف تاخد الشهادة. ده رقم 1. رقم 2، الناس تبدأ تحل الكويزات اللي بتنزل على بعد كل سيشن، لان الحاجات دي انت لو وقعت في سؤال معين انا باجي في اول السيشن بشرح لك انت وقعت ليه وانت ليه الاجابة دي كانت غلط، وبيفرق معاك في التقييم بتاعك عشان الامتحان. فلو في اي حد عنده سؤال انا هقدر اجاوب عليه ان شاء الله. يا دكتور عاوزين داتا الله يرضى عنك، حاضر. لأن مفيش داتا بتنزل، واللي بينزل مثلا بيبقى كاتب ورا حضرتك ما بيلحقش يكتب كل حاجة. فعاوزين داتا تكون كاملة، لأن أنا لحد الآن مش يعني في حاجات محاضرات مش فاكرها. حاضر. ان شاء الله يعني هيكون في تسجيل لو عرفت، لو التسجيل شغال معايا لحد دلوقتي. يعني السيشن اللي فاتت كان حصل مشكلة في التسجيل وكان سجل 20 دقيقة بس. فلما يعني لو شغال ثواني اقول لك شغال ولا لا.